وانا في الطريق شفت حاجه اول مره اشوفها في حياتي، وهي المقابر هنا في امريكا. ده ارخص سوبر ماركت تقريبا هنا في امريكا، عبي كده كل حاجه بدولار ونص، دولار وربع. بيبقى في حد هنا في الارض دي، ما بيبقاش زي عندنا. اهلا بيكم في فيديو جديد، وفيديو النهارده بقى هنروح سوبر ماركت اي حاجه فيه بواحد ونص. عايز اقول لكم اصلا ان انا النهارده واخد اجازه من الشغل بسبب المطر، مش عارف باين على الارض ولا لا، بس هو باين يعني اهو. مش عارف اقوم مش عارف اقوم. صديقي الصدوق، يلا بينا. طبعا مش عارف اسوق بايد واحده، فايه اقفل بقى عشان ما اعملش حادثه بسبب فيديو يعني. هي دي شكل المقابر هنا. بيبقى في حد هنا في الارض دي، ما بيبقاش زي عندنا. حاجه بالنسبه لي مختلفه، ثقافه مختلفه، ناس مختلفه. انا ركنت السكوتر هنا وبدات ان انا ادخل، وبدات اقرا بقى تواريخ الناس اللي ماتت. يعني ده من 1891 وميت 1981، ده من زمان قوي. ده من 1909 وميت 1953. كل حرفيا الناس اللي مدفونه هنا دي من اكتر من 100 سنه. هنطلع دلوقتي عشان احنا كده ايه، هنروح 60 داهيه. يلا بينا نطلع. تقريبا احنا دلوقتي خلاص، هو السوبر ماركت الناحيه الثانيه اهو، وده ارخص سوبر ماركت تقريبا هنا في امريكا. يلا بينا نعدي الطريق وندخل نستكشف ايه اللي جوه انا وانتوا. اول ما بتدخل السوبر ماركت على طول ده بيستقبلك، ده اللي بيبقى في الميه، اللي الاطفال بتلعب بيه في الميه، بيرفعهم لفوق عشان ما يغرقوش، بدولار ونص. تيتا بتشتري حاجات برضو زيها زينا، فتعالوا بقى نستكشف ونشوف ايه اسعار الحاجات اللي موجوده هنا والمنتجات اللي موجوده هنا. حرفيا هتلاقي معظم الحاجات هنا من ابره للصاروخ. الادوات المكتبيه عامه يعني دي زي مكتبه صغيره، كل حاجه اهو دولار 25 سنت، دولار 25 سنت. لو بصينا الناحيه الثانيه دولار 25 سنت للبرواز ده. كل حاجه هنا دولار 25 سنت. تعالوا نتعمق جوه شويه اكتر ونشوف بقى الحاجات اللي غاليه. مثلا دي لعبه اطفال اهي، دي اهي، دي ب$5. دي اللي هو غاليه جدا بقى، طبعا هنا احنا في دولار 3 5 غاليه جدا. بصوا العربيتين دول شكلهم لذيذ جدا، دول ب$5 برضو. عامه انا بفكر اجيب حاجات العاب من دي لمصر عادي، انا احطها عندي في البيت. من جايبها من امريكا وانا راجع، عربيه بس عربيه من امريكا. راضي عن نفسي في منتهى الرضا. في بقى الاطباق دي بدولار ونص، كل ده دولار ونص، دولار ونص، دولار ونص. اي حاجه بواحد ونص، اي حاجه بواحد ونص، اي حاجه بواحد ونص، كل ده بواحد ونص. انتوا متخيلين؟ فلا الاسعار هنا بجد رخيصه. هنا بقى البدايل بتاعه النوتيلا، اي بديل للنوتيلا هنا بدولار ونص. النوتيلا اصلا تقريبا العلبه دي ب$4، فدي بدولار ونص. ده جامد موت. في بقى المنتجات دي كلها. ده الايس كريم تقريبا، ده ايس كريم، مش عارف الصراحه ده ايه. ده ايس كريم يا جماعه تقريبا. لا عارف ده ايه، يقول لي الصراحه. دي بقى الكيكه بدولار ونص، دولار ونص، دولار ونص. على فكره دولار ونص انا حاسس زيها في مصر، يعني دي ممكن تبقى في مصر ب 75 جنيه عادي. اسعار مصر بجد. دولار ونص. ايه تاني هنا عايزين تشوفوه؟ الصوصات، الحاجات دي. الصوص ده جامد قوي، لو جيتوا امريكا هاتوه. بتحط على البطاطس واللحمه، بدولار ونص. المستردة بدولار ونص. فين الكاتشب؟ الرانش بدولار ونص. اي حاجه، اي صوص بقى بدولار ونص. الشيتوس ده جامد قوي، انا جربته النهارده عجبني. ده بيبقى مكرونه بصوص الشيتوس بدولار ونص برضو. فلا جامدين قوي قوي قوي. المكرونات دي بدولار ونص، بدولار ونص. كل الحاجات دي بدولار ونص. كيس المكرونه ده بدولار ونص، على فكره رخيص جدا، بجد رخيص جدا. اوعى تفوتوا الاوفر ده. لقيت تونه، التونه بدولار ونص. ده غالي عامه، عشان التونه اصلا بره بتبقى دولار 10 سنت، دولار 20 سنت. فهنا انتوا بتشتغلوني بقى، مش عايزين اشتغالات. كميه السناكس اللي هنا بقى محتاجه وايد انجل الصراحه. اقسم بالله كميه السناكس، فاهم انت؟ عبي كده كل حاجه بدولار ونص، دولار وربع. فانت بتعمل كده حرفيا وتاخد معاك وانت ماشي. ففي هنا كل حاجه ممكن تتخيلها دولار وربع، دولار وربع، دولار وربع، دولار وربع. 2 ونص وتعالى بص. 2 ونص تعالى بص. فلا جامد موت. لو انت بتحب السناكس والشيبسي والحاجات دي عامه، انا جاي اصلا جاي مخصوص عشان اجيب نوع شيبسي هنا معين كنت جبته المره اللي فاتت، فبدور عليه. يا رب الاقيه، بس لو لي الاقيه. كان موجود هنا حاجه من الحاجات دي، لو لقيته انا جاي عشانه مخصوص اصلا. الشيبسي هنا رخيص موت، انا جبته ده المره اللي فاتت عجبني، ده بدولار وربع، فانا ده هجيبه. وممكن اجيب ايه تاني بقى؟ ممكن ندخل قدام شويه ندور في هنا بقى حاجات على اليمين وعلى الشمال، وكلها بدولار ونص. سنيكرز بدولار ونص. فين توينكز؟ فين توينكز؟ تويكس مش توينكز، تويكس معلش. بدولار بدولار وربع. بس دي الاسعار هنا في دولار 3 يا جماعه. كل حاجه بجد بدولار، فهو اسمه دولار 3. فده حرفيا ارخص سوبر ماركت هنا في امريكا. انت ممكن تشتري حاجه الاسبوع كله ب $20 مثلا، اللي هو تقريبا ساعه شغل. كل حاجتك بساعه شغل. السوبر ماركت ده سر في ناس كتير جدا ما تعرفوش، ان انت ممكن تشتري حاجه الاسبوع كلها تقريبا ب $20، اللي هي ساعه شغل. لان كل حاجه هنا بدولار، اي شيبسي بقى، اي حاجه ممكن تتخيلها بدولار. فاللي هو
اقسم بالله في ناس كتير جدا بتيجي امريكا وما تعرفش الحوار ده، فانا اي خدمه اي خدمه. في ناس بقى هتقول لكم تيجوا امريكا ازاي، ده انا طبعا هقول لكم تيجوا امريكا ازاي والله. يعني انتوا عارفين، انا عارف السؤال اللي هيجي لي، يا عم اقسم بالله عرفنا السوبر ماركت، يا عم وربنا عرفنا مش عارف الطياره بتطير ازاي، يا عم ورينا بقى، قول لنا رحت امريكا ازاي. هقول لكم والله رحت امريكا ازاي في الفيديوهات الجايه، بس لازم ايه اوريكم الحياه ماشيه ازاي، بعد كده اقول لكم تيجوا ازاي بقى. بس اوريكم الحياه في امريكا الاول. يعني انت عايز تروح حاجه انت ما تعرفهاش، فاللي هو اي حاجه وخلاص بقى. انا الصراحه كنت اي حاجه وخلاص وعجبتني امريكا يعني، فحاسس بيك اقسم بالله حاسس بيك. انا اكتر واحد حاسس باللي اتفرج على الفيديو ده وهو لسه في مصر. فانا هشرح لك كل حاجه ما تقلقش انت اخويا. يلا نكمل يلا نكمل. انتوا اكمل زي ما انتوا ما عملتوش لايك، اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، اعملوا لايك يا جدعان وسبسكرايب، والله الحاجات دي بتطير الفيديو. يلا بينا نكمل. طبعا الكولا والسبرايت هنا رخيصه بشكل مش طبيعي، بدولار وربع دولار وربع دولار وربع دولار وربع، رخيصه بجد بشكل غبي. وانا بحب الحاجات دي بس ما بشربهاش عشان كميه الصودا الغبيه اللي بتبقى فيها، وانا ما بحبش الصودا الصراحه فما بشربهاش. بس انا ممكن اجيب ده، ممكن اجيب ده، وممكن اجيب واحد من ده الصراحه لان انا عايز ده، وممكن اجيب ده. فانتوا شايفين ايه، اجيب ده ولا اجيب ده؟ اجيب ده ولا اجيب ده؟ مش عارف الصراحه. اجيب ده، مش عارف مرتاح له اكتر بقى يا جدعان. بما ان احنا هنجيب حاجات احنا لازم نروح نجيب باسكت بقى، عشان ايه انا مش هفضل مش شايلهم زي عيالي كده فاهمين. يلا نروح. ده بديل الفانتا. ها بديل الفانتا اسمها سينكست دي تقريبا حاجه عامله زي السيناكولا عندنا كده والله هي شبه سيناكولا. فدي بديل الفانتا هنا، وبدولار وربع العلبه دي كلها 2 لتر بدولار وربع. ولد المفتريه. يلا نروح نجيب باسكت. رجعنا تاني لقسم العصاير بعد ما جبنا الباسكت. طبعا الكولا دي كلها بدولار ونص، الميه دي كلها بدولار وربع، اللي هم 4 بس يعني مش حوار، بس بدولار وربع يعني. دي كلها مشاريب ممكن تجيبها. ده عصير مانجو مع استفندي، ده عصير رمان. انا بعشق عصير رمان، بعشق عصير رمان، بس انا مش عارف ده مخلوط بحاجه ولا لا، فمش عايز اخده الصراحه. فبس كده عشان نبقى ايه في الامان منه. ده حسيته زيت في الاول بس طلع عصير يعني تفاح. بس شكله زيت والله من بعيد يعني. انت لو انا غطيت ده والله كده ازازه زيت، والله ازازه زيت. عندنا ازازه زيت ايه في مصر؟ ازازه زيت الملكه. يلا نروح على ايه تاني. بس يا جماعه دي معظم الاسعار بقى. السناكس اهي دولار وربع دولار وربع. ايه اللي ممكن البيت يبقى محتاجه تاني؟ عامه محدش يقول لي بقى ورينا اسعار الفراخ واللحمه، عشان ما فيش هنا فراخ ولا لحمه، عشان نبقى متفقين كده. اوريكم حاجه كنت بحبها في مصر لما جيت امريكا لقيتها محطوطه. بصوا محطوطه فين دي؟ عارفين؟ حد عارف دي؟ اللي كنا بنجيبها واحنا صغيرين، وتقعد امك تقول لك هيجي لك سخونيه هيجي لك برد. مش عارف ايه اللي ممكن يجيب سخونيه وبرد من دي الصراحه. تقعد تقول لك معموله تحت السلم. يعني ليه شركه ممكن تاجر حاجه تحت السلم؟ ليه شركه ممكن تشتغل تحت السلم؟ ما تاجر شقه عادي، ولا ما تشتغل في الشارع. ليه يختاروا تحت السلم ويعملوا الحاجه يعني؟ كنا صغيرين والله كنا بنصدق اي حاجه. يلا نكمل ايه بقى. انا وريتكم كل حاجه، بس لو لقيت حاجه غريبه هوريها لكم. خلاص عملنا تشيك اوت. كل الحاجات اللي انا اشتريتها دي كلها ب 7 دولار. يا ابن اللعيبه يا فاجر. رهيب والله. يلا بقى نرجع على البيت ونشوف هنرجع بالحاجات دي ازاي. انا ما عملتش حساب ان انا نازل اشتري حاجه الصراحه، انا قلت اجي اوريكم بس. وصلت البيت خلاص وحطيت الحاجه جوه. دلوقتي هعمل ريفيو للريد بول ده، بس مش هعمله هنا على اليوتيوب، هتلاقوه موجود على التيك توك وعلى الانستجرام. فانتوا لو مش عاملين فولو هناك فانتوا فايتكم حاجات كتير جدا، لان مش كل حاجه بتنزل على اليوتيوب. وبس كده، اعملوا سبسكرايب ولايك وكده. فيديو النهارده خلص. قولوا لي عايزين الفيديو الجاي يتعمل فيه ايه. سلام عليكم.